السلام عليكم، معكم شيف صلاح الباتني. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم بيتزا كاري تاع زمان بالسميد معشوقة الجزائريين. لازم تحضريها الاطفال تاعك في هذا الويكاند لانه بزاف بنينه. نبداو بالعجين. عندي كاس تاع ما يكون دافي، كاس تاع سميد رطب ولا متوسط، نخلطوهم مع بعض حوالي 3 دقائق بالبراميكسر، ومن بعد نضيفوا ملعقه تاع السكر مع ملعقه تاع خميره الخبز، ونزيدوا نخلطوهم جيدا حتى تولي عندنا قوام ليس. نغطيوها نخليوها 10 دقائق تتفاعل. من بعد نضيفوا لها 4 كاس نتاع الزيت مع حبه تاع بيضكم درجه حراره الغرفه. نزيد لهم ملعقه حليب غبره، ملعقه تاع خل، ملعقه صغيره تاع ملح، وعندي نص كيس خميره كيميائيه. نخلطوهم مع بعض حتى ينسجموا. نضيفوا الفرينه بالتدريج حتى تحصلوا على العجينه تكون طريه تماسك في الايد. نغطيوها ونخليوها ترتاح 45 دقيقه. بالنسبه لاصوص طوماط، عندي في مقدار نديروا شويه زيت، 3 سنات تاع ثوم، ملعقه تاع طماطم مصبره، نقليهم جيدا. نضيفوا 4 حبات تاع طماطم اللي يكونوا ميكسينهم بالبراميكسور، ملح، فلفل كحل، وشويه تاع السكر، ورقه رند، ونخليهم على نار قليله ولكن نخليو فيها السوائل، ما تخليوهاش تنشف. بالنسبه بعد ما تضاعف الحجم تاع العجين تاعنا، نديغازيوه ونقسموه الى قسمين. جبت بلاطو دهنته بالزيت ولا بالزبده ورشيته بشويه تاع السميد، ومن بعد نفتحوا العجين تاعنا رقيق ونديروا لاصوص طوماط، نفوتوها الفرن على 180 درجه، نطيبوها غير من التحت. من بعد نعاودوا نخرجوها نديروا لها فرماج رابي، نستعمل ترتيديس، ونديروا الزيتون اخضر واسود، نعاودوا نرجعوها نشعلوا لها لكن من الفوق حتى يذوب لنا هذاك الفرماج. نزيدوا نديروا لها لهنا بيضه مسلوقه، الطون تاع الزيت، عندي ايضا مايونيز، ونديروا زيت الزيتون، عندي شويه تاع المعدنوس، وتحبوا ديروا فرماج ابيض. هذه هي النتيجه. شهيتكم بالصحه، تلاقاو في عد اخر مع وصفات اخرى. تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.